أفين باشا رئاسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة. طبعا القرن ال21 باعتباره قرن المرأة بامتياز، ولأن هذه الحقيقة تدركها نساء العالم ويدركها أيضا الأنظمة الاستبدادية، فتحاول النساء في كافة الساحات المجتمعية في أجزاء العالم أو في كل نواحي العالم أن طبعا تحول هذا القرن بامتياز لأن يكون قرن النساء، وأن يكون هناك محاولات وانتفاضات ونضالات لأن تتحول الثورة النسائية المعاشة في شمال وشرق سوريا والمعاشة في شرق كردستان وإيران ككل أن تتحول إلى ثورة نسائية عالمية. إلى الجانب الآخر أيضا الأنظمة الاستبدادية تدرك هذه الحقيقة بأن أي ثورة أو حراك تقوده النساء سيكون طبعا النصر هو من نصيبه، ولأنه يدرك هذه الحقيقة يقوم باستخدام كافة الأجهزة القمعية سواء كان بالاعتقالات أو الشهادات التي تحصل لكي يقضي على هذه الريادة التي تقوم بها النساء. طبعا الحراك النسائي أو حركة أو ثورة أو نضال الجدائل التي تعيشها شرق كردستان وإيران، والتي كانت ثورة نسائية تحولت إلى ثورة مجتمعية، والتي جمعت كل هذا الحراك تحت شعار واحد ألا وهو جنجيان آزادي، المرأة حياة حرية. أثبت طبعا للأنظمة الاستبدادية بأن ريادة النساء للثورات ما زالت معاشة، وتمسك النساء بحريتهن أيضا طبعا هي بدرجة عالية جدا. ومنذ بدء هذا الحراك منذ ما يقارب 8 أشهر وإلى اليوم تتعرض هذه الانتفاضة المجتمعية في شرق كردستان وإيران إلى محاولات قمع من خلال الشهادات التي تحصل في المنطقة والاعتقالات الهمجية التي يتعرض لها النشطاء والناشطات الموجودات في إيران بغض النظر عن القومية أو المذهب أو المرجعية الحزبية. اليوم الثورة المعاشة أيضا في شمال وشرق سوريا، والتي أصبحت منارة للمناضلات النسويات العالميات، من واجبنا أن نساند وندعم ثورة الجدائل في شرق كردستان وإيران، ونرى هذه الثورة أو هذه الانتفاضة هي استمرار لثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، وما قامت به منصة الفعاليات اليوم للنساء في شمال وشرق سوريا لدعم هذه الثورة أو هذا النضال. إنما نرسل هذه الرسالة بأن انتفاضة المرأة في شرق كردستان وإيران أي انتفاضة جنجيان آزادي هي استمرار لثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، وستكون النواة لتحقيق الاتحاد النسائي العالمي. نسرين حسن، عضو هيئة تجمع النساء الزنوبية في المناطق المحررة، منبج الطبقة الرقة دير الزور. اليوم جئنا هنا لنشارك في هذا المهرجان ولنقيم ثورة رجالات كردستان وكيف انطلقت هذه الشرارة، شرارة النضال والمقاومة الحقيقية للمرأة بكل ما أوتيت من جسارة وقوة للدفاع عن حقها المسلوب منها من قبل الأنظمة الرأسمالية والأنظمة التي فرضت عليها نظام العبودية، وأن تكون هي عبدة ليس لها أي صوت وليس أن تكون صاحبة قرار. اليوم من خلال قاربنا على العام الأول هو لذكرى استشهاد الشهيدة جيناء أميني، الشهيدة الذي كانت هي مفتاح هذا الشعار الذي أطلق في العالم أجمع، هو شعار جنجيان آزادي بفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الذي أتاح هذا الشعار على أرض الواقع وطبق قانونا وعملا لجميع النساء المضطهدات المناضلات المطالبات بالحرية. فنحن في شمال وشرق سوريا اليوم نتوحد كافة النساء في الرأي وفي صفوفنا للنضال ودعم انتفاضة هذه الثورة التي طالبت بالحرية والتي طالبت بتوحيد النساء لأن تكون المرأة صاحبة قرار حرة ديمقراطية. فاليوم نحن شاهدنا بهذه المقاومة وبهذه روح النضال صمت كافة الأنظمة الرأسمالية تجاه ما جرى في إيران وجراء هذه الحادثة الشنيعة بحق المرأة المناضلة جيناء أميني. فنحن اليوم باسمنا وباسم كافة النساء في شمال وشرق سوريا ندين هذا الإجرام وهذا الفعل الشنيع من قبل نظام الملالي والنظام الإيراني تجاه هذه النساء. شاهدنا هذه الردود على هذه المقاومة ولكسر هذه الانتفاضة وإرجاعها إلى الخلف إلى زمن العبودية وعدم إبداء الرأي من خلال
كسر إرادة المرأة واستهدافها من كافة المجالات. القياديات في شمال وشرق سوريا، المناضلات الذين حققوا أجمل ملاحم البطولات، شاهدنا كيف هذا النظام حاول كسر هذه الإرادة من خلال تسمم طالبات الجامعة الذي حاولوا إيصال صوت المرأة الحرة. فاليوم نحن كنساء سنناضل لدعم هذه الانتفاضة بما أوتي لقوة، وأن نحقق طريق شهيداتنا شهيدات الحرية الذي قدموا الغالي والنفيس لأن يكونوا صاحبات قرار وأن ينيروا درب هذه النساء ما خلفهن. حقيقة نحن اليوم شاهدنا هذه النساء القياديات كيف لعبت دورها في تنظيم داعش الإرهابي في الدفاع عن هذه النساء التي كانت مسلوبة أرضا وعرضا ومن كافة النقاط والفصائل التي حكمت على هذه المناطق. هذه النساء التي أصبحت اليوم هي رائدات للسلام، هي نساء تدافع عن كافة هذه النساء اليوم. إلى اليوم المرأة تضطهد، إلى اليوم المرأة تعاني من حالات الاغتصاب والعنف والانتحار بفضل الحرب الخاصة التي النظام الرأسمالي من قبل الدولة التركية ومن قبل كافة الأنظمة التي يفرضها على مناطق شمال وشرق سوريا. إلا أننا نحن اليوم نعاهد هذه النساء أن نسير على خطى شهيداتنا للدفاع عن كافة النساء واسترداد حقوقهن المسلوبة، وأن ندعم هذه الانتفاضة، انتفاضة رجالات كردستان وانتفاضة النساء الإيرانيات، ونقول لكافة النساء جنجيانا آزادي، هذه الحياة الحقيقية التي تستحق منا العيش بنضالنا تحت هذا الشعار. والفضل الأكبر للقائد عبد الله أوجلان، القائد المناضل الأكبر الذي سنسير على خطاه لدعم المرأة ولنجاح ثورة المرأة، مثلما أبدت مقاومة حقيقية من وحدات حماية المرأة ومن كافة النساء في شمال وشرق سوريا أن تكون للعالم أجمع، وأن يكون هذا الفكر بثورة المرأة هو مفتاح حل الشرق الأوسط من كافة المشاكل المجتمعية.